السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد القصريه ديال الكسكسو فاعله تاركه وشي دجاج محمر. ما نعاودش لكم كيفاش كيجي بنين بنين بزاف وشارب الشرموله. هاد المره غادي تصاوبوا ماما. غادي نخليكم دابا مع اول حاجه هي كتصاوب الشرموله. خدات الحامض مصير، حيدت لي داك اللب ديالو، زادت الثومه ربيع مقطع، قزبر ومعدنوس مقطعين. غادي تزيد دابا الحامض الطري العصير ديالو وهداك اللب ديالو حتى هو نحيدو غير العظومه ونديرو العصير ديال الحامضه ونزيدو حتى داك اللب ديالو اللي تيكون الوسط ها هو، حيت مازال البلول غادي يتصفى واخا درناهم ماشي مشكل. صافي دابا غادي تبدا تزيد العطريه. عندنا هنايا الخرقوم، هنايا عندنا 3 ديال الطيور ديال الدجاج. هاد الشرموله هادي كتصلح القياس ديال 3 ديال الطيور. عندنا الخرقوم تقريبا واحد معلقه كبيره، سكينجبير حتى هو شي معلقه كبيره. عندنا هنايا شويه ديال البزار، غادي ندير واحد معلقه صغيره ديال الهريسه، صافي ندير واحد شويه ديال الماء باش نخلطوا هاد الشرموله هادي، ونزيد واحد شويه ديال الملون اختياري اللي ما بغاش ما يديروش. غير هو راه الدجاج محمر لابد ليه من اللون، لما كانش زعفران شعره كنديروا هذا. وتا الزعفران شعره ماشي كيزيد واحد اللون نيت صفر بزاف، غير شويه. المهم اللي بغى الدجاج كيف ما كنقولوا صفر يدير الملون. كاين اللي لابد ليه منه، لما دارو ما كيجيش الدجاج هو هذاك. المهم كناخذوا الدجاجه ديالنا وكنعمروها مزيان كيف ما كتشوفوا. هي كتدخل ليها الشرموله في الصدر وفي الجنيبات ديالها، وطبيعه الحال الدجاج مغسول مزيان تشرملو مزيان. ماما كدير الشرموله ثقيله ما كتكثرش فيها الماء، كيجي داك الدجاج واخا كيطيب كتبقى فيه ديك الشرموله في الجناب ديالو، وسط الفخذ وسط العظومه. فين ما دزتي كتلقاي الشرموله باقه، كيجي بنين بزاف. صافي هي كتربط ليه هذوك الرجيلات ديالو. صافي وغادي تستمر تتكمل هذوك 3 تشرملهم ب3. هاد الدجاج هذا راه ما بيتاتوش كاع مشرمل، غير شرملاتو ديريكت دارتو كيطيب واخا هكاك جا واعر. ما نقولش لكم جا من داكشي الرفيع. المهم هيا كملاتهم دابا هما جوج. غادي تزيد الثالث حتى هو. بالنسبه لهاد الدجاجه الثالثه كيف ما تشوفوا راه كلها مجرتله، يعني من جات من عند مول الدجاج هكا. ملي غتبدا طيب غادي تلقاو معاها مشكل. داكشي علاش درت ليها هاد الشبيكه هادي، فكره زوينه. درت ليها هاد الشبيكه اللي كنجيبوا فيها الديسير. ها هي غادي تربطها صافي باش طيب، يعني ما لقاو معها حتى شي مشكل، ما تفصل ما والو. طيب مجموعه هاد الشبيكه غادي تحافظ عليها. صافي دابا غادي خدات القميله ودرت فيها الماء. ها هو الماء غلا. غادي دير فيه دابا هذوك الدجاجات. هنايا القميله راه درنا في الاول غير ديك الصغيره ما هزاتش لينا، وعاودنا بدلنا في قميله اخرى اللي كتهز 3 ديال الطيور. صافي هو الدجاج من بعد ما غلا واحد شويه تتبخ واحد شويه في هذاك الماء، عاد باش درنا عليه البصله ودرنا الزيت ودرنا القرفه عواد وشويه ديال السودانيه مزاود. صافي كنبقاو نتقبوا الدجاج من الجنيبات ديالو بحال هكا. صافي واللي طاب كنحيدوه ونعاودو نديرو الاخر. حنا عندنا دابا غير 3 غادي نطيبوهم، صافي يطيبوا مره واحده نحيدوهم.
المرحله الثانيه غادي تاخد ماما داك المرقه وغادي تصفيها. ها هي غادي دير كسكاس وغادي تصفي هذاك الدجاج هذاك المرقه. ها هي كنحيدو ديك البصيله اللي بقات. هذوك المزيودات ديال السودانيه نعاودو نردوهم لاصوص. صافي دابا من بعد ما صفاتها هذوك الكبيدات كنسلقوهم شويه ديال الماء مع عصا سيدنا موسى، والقناصي والعنوقه تنقطعوهم ونزيدوهم فوق من لاصوص هما الاولين. ها هما زادتهم ماما فوق من في الكوكوط. غادي تزيد دابا القناصي والعنوقه وغادي تسد عليها وتخليها كتشحر، تدير الصفاره وتخليها طيب على عافيه مهيله. مره مره ونحلو عليها ملي تلقاوها باقا شويه جاريه باقا ما عقادتش كنعاودو نسدو عليها مره اخرى ونخليو الكبادي هما الاخرين صافي حتى كتحسي بها راه قربات الطيب. دابا غادي ندوزو للكسكسو. ها هي الوالده دارت لنا اللحم ديال الغنمي هذا. نديرو اللحم في البرمه، تقطعات عليه البصله شنفاتها بحال هكا، شويه ديال الملحه. بالنسبه للقوام اللي كنديرو في الكسكسو غير الخرقوم والبزار، ما كنديروش السكينجبير. كاين اللي كيديروا مع الدجاج ملي كيبغي يدير كسكسو بالدجاج وتفايه كيدير سكينجبير. هذا غادي نديرو ليه غير الخرقوم والبزار صافي. هو غنديرو معاه التفايه ولكن راه فيه الخضره، هو كسكسو بالخضره، التفايه غير اللي بغاها. المهم غادي نديرو هنايا شويه ديال الخرقوم شويه ديال البزار شويه ديال زيت الزيتون صافي، ونخليو اللحيمات يتقلاو لينا مزيان مع البصيله. ومن بعد ما تقلى هذاك اللحم غادي نديرو دابا مطيشه مقطعه بالقشور ديالها. ها هي وندوزو نخليوها حتى هي تشحر. ندوزو دابا للسميده. غادي ناخذوا عندنا هنا كيلو ديال السميده، غادي نديرو ليه شويه ديال الزيت ونبسو هاد السميده كامله بالزيت حتى تلبس كامله صافي. ونخليوها حتى نديرو نمرقو اللحم ونزيدو عليه الخضره، نخليو غير القريعات عاد باش نعمرو. هي عمرنا الفوره الاولى غادي نحيدوها. ها هي كتسقيها ماما بالماء. الماء هنا راه عينك ميزانك، تتشوفي السميده ديالك بدات كترطاب. صافي دوك الاوديوات الاصليين ديال الفيديو راه تنحيدهم حيت تيكون الصداع عندنا تبارك الله الوليدات تيكونوا كيغوتوا، ما كيجي شويه الاوديو فيه الصداع يعني ما فيه ما تسمعوا كثير سو غير صداع. والمهم غنصاوبوا دابا نخليو السميده ديالنا تشرب. هذاك الماء اللي دارت لها ماما هي غتغطيها وغادي تخليها تشرب صافي. بلاتي كدوز شي 20 دقيقه ولا عاد باش كترجع ليها وكتحلها مزيان هكا حتى شربت هذاك الماء اللي دارت ليها. دابا غادي تعمرها الفوره الثانيه. بالنسبه للبرمه راه درنا فيها الخضره خيزو الدنجال واللفته ليشو، خلينا غير القريعه الحمراء والخضراء هما اللي بقاو حتى الاخر عاد باش كنضيفوهم. ها هي الفوره الثانيه دابا كنحيدوها حتى هي من بعد ما كتفور كنزيدو عليها كنعاودو ثاني نسقيوها بالماء المره الثانيه. المره الاولى زيت والمره الثانيه ماء. ها هي بالنسبه للتفايه عندي هنايا البصله مشنفه درتها في الكوكوط، دارتها ماما في الكوكوط. غادي دير عليها شويه ديال الزيت وغادي تبقى دير شويه ديال الملح وتبقى تشحر فيها تشحر حتى كتبال هذيك البصله وكتبدا كتذهب. دابا هنا غادي تزيد عليها شويه ديال الخرقوم شويه ديال البزار والسكينجبير تخليها حتى تعسل. غتسد عليها واحد شويه في كوكوط حتى تعسل عاد باش كتحل كتزيد عليها شويه ديال القرفه مطحونه شويه ديال السكر والزبيب كنديروه كنسلقوه واحد شويه وكنزيدوه عليها وكنبقاو نحركو كلشي حتى كتعسل وكتشرب هذيك المياه ديالها صافي. وها هي واجده.
بالنسبه للخضره ديالنا صافي الخضره راه طابت، باقي غير القرعه الحمراء والخضراء هادو دغيا تيطيبوا، كنخليهم هما الاخرين. غادي نضيفوهم في البرمه وغادي نزيدو عليهم شويه ديال، غادي نزيدو واحد القبيطه ديال القزبر، وغادي نزيدو شي مزيودات ديال الحار. والسميده ديالنا من بعد ما شربات الماء المره الثانيه صافي دابا هذه هي التفويره الاخرى ديالها. غادي تريحها ماما بشويه ديال زيت الزيتون وتعمرها باش تفور المره الاخرى. اللي عليها صافي غادي نسقيو، وغادي تزيد هنايا واحد المعلقه ديال الطماطم المركزه في البرمه باش تعطي واحد اللون زوين. صافي داكشي هو هذاك ما شاء الله كيشهي. ها هي السميده غادي تحطها انا في القصريه ديال العود ديال الكركاع، غير القصريه بوحدها بنينه بلا كسكسو. خلاص الا تزادت على هاد البنه كامله. المهم ها هي السميده كيف ما كتعرفوا ما كتبردش، كتحطي ديريكت، ما تبقيش تبردي فيها باش ما تنفرش. ملي تكبي عليها المرقه ما تنفرش. غادي دير لها هنا واحد شويه ديال السمن الحار صافي، وتخلطوا هكا بالزربه. صافي نبداو نسقيو السميده ديالنا. كنديروا شويه ديال المرقه هو الاول، نحطوا الحماس، نحطوا الخضره كيف العاده، كلشي كيعرف يسقي الكسكسو. هذا هو الشكل النهائي ديالها البنات. بالنسبه للتفايه راه ما حطيناش فوق منه حيت الاغلبيه عندنا ما كيبغيهاش، درناها غير فئه قليله هي اللي كتبغيها، غادي نحطوها غير في زليفات ونحطوها في الجناب. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. ما نقولش لكم على بنا فيه رائع رائع بزاف، ما تقنعوش منه. وبالنسبه للدجاج هو كيتحمر ولاصوص ها هي عقادت، كتجي محمره وبنينه، والدجيجات حتى هما شاربين الشرموله ومحمرين مزيان. ما نقولش لكم على بنا فيهم. الله يعطيك الصحه ماما، صراحه داكشي هو هذاك. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.